كنشكر الإعلام والصحافة النزيهة النبأ 24 وسيليبريتي نيوز على الحضور ديالكم، المواكبة ديالكم ديال التدبير المحلي ديال مدينة الدار البيضاء. معكم دكتورة حنين زهرة، مرشحة عن حزب الاستقلال، سيدي مومن البرنوسي. اليوم كيف ما حضرنا الدورة الاستثنائية اللي شفتوها بهذا الحضور كان شوية ماشي مكثف. مسؤولية كنوضع المنتخب كذلك. خدينا جدول العمل اللي كان هو طويل بزاف وكان شوية صعيب، وهذا راه ماشي ثقيل على المنتخب باش غادي يجي واصل اللجنه من 9 الصباح حتى 3 الليل. كنظن انه ولا القدره الجسديه ولا العقليه غادي يقدر ينتبه لهاد النقاط كلهم. كنظن انه هاد اللجان خاصهم ينعقدوا من المجالس المقاطعات، ونعاود نديروا هاد الاجتماعات متكرره، ماشي نجمعوا حتى كتقرب الدوره ونجمعوا النقط بزاف. كاين اللي كنركزوا فيها وكاين النقطه اللي ما كنركزوش فيها، وهذا شويه راه تقليد على الساكنه. لانه هذا الشيء راه ماشي تشريف ولا هذا، راه التقليد. احنا راه غادي نصوتوا وكل نقطه خصنا نصوتوا لها، الا ولا خصنا نتاكدوا منها واش خاصها تدوز ولا ما خاصهاش تدوز. ولكن اللي نظرا لضيق الوقت الكثير والجهد اللي كنقوموا به ما كنقدروش نركزوا كاع في النقاط الا النقاط اللي هي كتكون مثيره جدا جدا. وكذلك كان التدخل ديالي اللي كان واضح، وهي دائما نستحضروا انه كاين واحد الاحتضان ديال واحد العرس رياضي عالمي في المغرب، وحنا مفتخرين انه باش يكون هذا الاحتضان ديال الكاس في دوله عربيه، دولة المغرب اللي عندنا ان شاء الله غادي ينزلوا عندنا ضيوف ديال العالم، اللي غادي كل شيء غادي يشوف المغرب. وحنا خصنا نكونوا في الواجهه. حنا كنعرفوا انه المجالس المنتخبه خاصها جميع المجالس المنتخبات ديال اللجنه موضوعاتيه خاصه بهاد هاد الاحتفال ديال كاس العالم. تنعرفوا حنا الداخليه كتقوم باجتماعات مكثفه، حتى مجلس المدينه خاصها تكون اجتماعات مكثفه مبتكره ومبكره، ولاحظ لا استراتيجي دورجونس. لان الا جيت نتكلم على 2030 راه غدا راه عرس، راه خصنا عندنا ضيوف، خصنا المبيت، خصنا نوكلوهم، خصهم السياحه، خص من يمشيو من المغرب يعطيو واحد النظره جد ايجابيه على ما يستحقه المغرب، ونكونوا تحت رهن الرضاء ديال الملك وديال الشعب المغربي كامل وديال المغاربه العالم اللي كيفتخروا ببلادهم. وكذلك نوضعوا واحد لابيل هاد المغاربه العالم حتى هما يدخلوا يشاركوا معنا، لانه كلهم عندهم تجارب، كلهم عايشين في دول العالم متقدمه، وكنفتخروا بمغاربه العالم اللي عندنا اطر كبار وعندنا الادمغه النابغه. وهذا هو الوقت اللي ندخلوهم يكون يجيو يديروا عندنا مشاريع، يعطونا افكار، يشاركوا معنا في هذا التنظيم ديال هذا الحدث العالمي الرياضي اللي خصنا نبرزوا فيه جميع القدرات ديالنا، القدرات السياسيه، قدرات الابتكار، الصناعه، السياحه، خصنا نبرزوها. لانه ما غاديش نكروا انه الدار البيضاء عرفت واحد تقدم ملموس، ما غاديش نكروها. كنشكروا السيده العمده المجهودات اللي كتقوم بها، كنشكروا المكتب المسير، كنشكروا السيد الوالي لان منذ توليه المنصب ديالو تقريبا ما كامله السنه والناس كلشي ولاو كيعرفوا اسم المهيديه الوالي اللي هو تبارك الله عليه نزيه. بغينا من 60 مهيديه يكونوا 10 منهم مدينه الدار البيضاء، وكل مدينه اللي غادي تحتضن كاس العالم يكونوا عندها بحال هذا الوالي اللي هو نزيه واللي هو نشيط وناشط، يعني دائما هو في تحركات. كل يوم حنا كان المواطن المغربي البيضاوي كيراقب التحركات الا وكيكونوا مع رؤساء المجالس كاملين، وكيمشي بنقطه بنقطه. هادشي اللي بغينا كل منتخب صوتوا عليه الشعب الا ويكون حاضر ماشي جسديا، ويكون عقليا، الافكار ديالو يكون ايجابي. نحيدوا السلبيات وناخذوا المعارضه ان تكون معارضه بناءه لان كنستافدوا منها. ما كتكون معارضه الا غيره على مدينه الدار البيضاء. كنحيوا المعارضه كذلك لانه كيعطيونا نقط اضافيه واللي هي اللي كنفتخروا بها.
والحمد لله اللي حنا كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء اللي فيها جميع الاختصاصات الاقتصادية السياحية الاجتماعية، وكذلك هدرت على النقطة ديال المجتمع المدني أي الجمعيات كلهم يفكروا باش يحطوا واحد الاستراتيجي ديال هذا التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية العالمية. وشكرا للصحافة اللي كتوصلوا الصوت ديالنا البيضاويين ديالنا والناس اللي داروا فينا الثقة، وكنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم. وهذا كيف ما قلت لكم في البداية فإنه تقليد، ما خصنا نساليو هذا المنظر حتى نكونوا قمنا بواحد الواجب مع الله سبحانه وتعالى. وما نساوش انه نشكروا واحد المناضلين ديال الخفاء هما الموظفين ديال هذا المجلس ديال مدينه الدار البيضاء اللي كيشتغلوا مساكن طيله السنه طيله اليوم، يعني عندهم واحد العبء كبير رغم لا بينوري، يعني عندهم ندره الموارد البشريه. كنتمنوا انه نموتيفيوهم حتى هما نعطيهم لا فالور ديالهم باش يمشيو معنا، والله يعاوننا في هذا المشوار اللي هو المشوار السياسي اللي ماشي سهل.